وسوف أظهر لكم الآن حجرة المؤن. هذه هي حجرة الطعام. هذه هي حجرة الطعام. نعم، يمكنك أن تلتقطي الصورة. ليس ثمة اتهامات، ثمة نقاشات مع الحكومة، ولكن اطمئني، هذه عملية نظيفة نقوم بها ونحن في نقاش مع الحكومة بشأن قضايا مختلفة. وطبعا هذه النقاشات يجب أن تستمر، ولكن نضع اللمسات الأخيرة عليها. أنا مرتاح، أنا في بلدي، أنا في مدينتي، وأنا أشعر أنني في وطني. وهذه هي حجرة المؤن، وهذا نبات الكرفس. وكما تعرفون أنا نباتي، لا أتناول اللحوم. هذه هي علبة البيبسي الدايت، وهذا هو الكاتشب والخردل. كنت ولا زلت أعيش هنا في هذا الفندق، وكل شيء كان على ما يرام. أنا أتمرن وأسبح وأتمشى وأمارس الرياضة، ولدي طعامي هنا، طعام الحمية، وأنا أتصل مع أهلي، ولدي مكتبي، وأتصل مع مكتبي الخاص في كل يوم، مع مكتبي في المملكة، ومع الكيانات التجارية الأخرى. كل شيء يعمل. إذا المملكة القابضة تستثمر محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا، ولدينا أكبر برج أو أطول برج في جدة. وأسيا الآن تقول أن كل شيء على ما يرام، أجرت معنا مقابلة، نحن نبيع فنادق وكل شيء يعمل. وطبعا هذه الاستثمارات جزء من المملكة القابضة. إذا ما حافظت على أسهمي في هذه الشركة فإن الأصول سوف تعود إلي، لأن الشركة هي التي تمتلكها. ثمة سوء فهم وتم تسويته، وأريد أن أبقى هنا لكي أنهي كل شيء ومن ثم أخرج والحياة تستمر. هل تريدين رؤية بيت الأدب الحمام؟ كلا كلا. حسنا.